التعاليق باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نواصلوا معكم هذا البث المباشر وهذه الدردشه الرياضيه حول الاداء ديال المنتخب الوطني المغربي امام المنتخب ديال لوسوطو. والمباراه اذكر انتهت ب7 ديال الاهداف مقابل لا شيء للمنتخب الوطني المغربي. يرى الاخوان التفاعل ديالكم مهم بالنسبه لنا في هذه المباراه هذه. نتوما كيفاش جاتكم المباراه الاخوان؟ اذا اخواني اخواتي، انا راك كما شفتوا المباراه انتهت ب7 ديال الاهداف مقابل 0. المباراه بدات وكان منتظر من المنتخب الوطني انه يقدم مباراه كبيره اكيد، ومجموعه من يعني المتتبعين للشان الرياضي المغربي والكروي خصوصا كانوا كيتوقعوا بان المنتخب الوطني انه يمطر شباك المنتخب ديال لوسوطو. انا شخصيا كذلك كنت كنتظر بان المنتخب الوطني يسجل مجموعه من الاهداف في هذه المقابله. المجموعه من يعني المعطيات ابرزها استنادا على المباراه الاخيره اللي جراها قبل يومين بالضبط يوم الاثنين يوم الجمعه هناك بفرانسفيل الغابونيه، وفاز على المنتخب الغابوني الشرس، والمنتخب اللي كان كيخلق دائما مشاكل للمنتخب الوطني عبر السنين. فالمنتخب الوطني فاز على المنتخب الغابوني هناك في الدار ديالو وامام الجماهير ديالو بواحد الخماسيه اللي اكيد غادي تبقى مدويه على المنتخب الغابوني امام الجماهير ديالو، اللي كان فوز تاريخي. وبالتالي كان من المتوقع ومن الطبيعي ان المنتخب الوطني يفوز على منتخب لوسوطو اللي كيتعتبر اضعف بكثير من المنتخب ديال الغابون وعلى الارض ديالو امام الجماهير ديالو. والحصه غادي تكون كبيره، ولكن لا اظن بان احد كان يتوقع بان النتيجه توصل حتى لهذا العدد من الاهداف، 7 ديال الاهداف مقابل لا شيء. يمكن انكم تتوقعوا واحد 4 ديال الاهداف، 5 ديال الاهداف، ولكن سباعيه ما كانش كينتظرها الجميع. المباراه عرفت في الشوط الاول تسجيل 5 ديال الاهداف. ممكن ان الحصه كانت تكون اكبر من 7 ديال الاهداف، لان كان ممكن في الشوط الثاني تسجيل اكبر عدد ممكن كذلك من الاهداف، ولكن المنتخب الوطني يعني اكتفى بتسجيل هدفين في الشوط الثاني فقط، لان جرات مجموعه من التغييرات كما تعرفوا الاخوان مع بدايه الشوط الثاني. فبالتالي تغيرات يعني الفعاليه ديال الاداء على ارضيه الملعب، وبالتالي كان تسجيل هدفين فقط في الجوله الثانيه اللي سجلهم كل من البديلين من النصيري والصباري، ونضافوا للخمسه ديال الاهداف اللي سجلوا في الجوله الاولى اللي سجلوهم كل من ابراهيم دياز وكذلك سفيان رحيمي. هاد اللاعبين هادو اللي كيبقاو يعني واحد المفتاح بالنسبه للمنتخب الوطني في تحقيق الالقاب بحول الله تعالى، لان لاعبين يعني تربوا على حصد الالقاب كما تنقولوا. فسواء اللاعب ابراهيم دياز رفقه ريال مدريد السنه الماضيه حصدوا كل شيء الاخضر واليابس، فبالتالي عنده الثقافه ديال الفوز بالالقاب. سفيان الرحيمي اينما ذهب عنده الثقافه ديال الفوز بالالقاب، سواء عندما كان لاعبا فريق الرجاء البيضاوي حقق كل شيء ممكن رفقه الرجاء، وبعدها انتقل لفريق العين الاماراتي حقق كل شيء كذلك مع الفريق العين الاماراتي. مع المنتخب الوطني الاولمبي حقق البرونزيه في الالعاب الاولمبيه، حقق الكاس ديال الشان مع المنتخب الوطني المحليين. وبالتالي كان اللاعب عنده ثقافه ديال الفوز بالالقاب، وهذه النوعيه ديال اللاعبين هما اللي كنحبوا يكونوا معنا في المنتخب الوطني الاول الباحث عن الفوز بكاس افريقيا اكيد. وبالتالي مهم جدا ان يكون عندك لاعبين من هذه النوعيه هذه اللي كيبغيو انهم يفوزوا، كتكون عندهم ثقافه وكيعرفوا الطريق للفوز بالالقاب، فمهمين جدا لك في التشكيله ديال المنتخب الوطني. والان كنظن بان المنتخب الوطني كيتوفر على مجموعه من اللاعبين عندهم هذا الفكر هذا وهذه الثقافه هذه، بدايه بالحارس بونو وصولا الى يوسف النصيري وايوب الكعبي وسفيان الرحيمي وابراهيم دياز، وكذلك مجموعه من اللاعبين اللي حكيمي
يعني كل هاد اللاعبين هادو سبق لهم انهم تزوجوا بالالقاب ورفقه الانديه ديالهم، وبالتالي فهم عندهم الثقافه ديال الفوز بالالقاب، عكس السنوات اللي فاتت اللي كل المنتخب الوطني كيتشكل من مجموعه من اللاعبين اللي كانوا فقط كيلعبوا في انديه وسط الترتيب، وبالتالي كتشوفوا رفقه الانديه ديالهم يا كيصارع على البقاء او كيلعب في وسط الترتيب مريح الدوريات الاوروبيه اللي كيشارك فيها. ولكن الان لا، فجل اللاعبين ديال المنتخب الوطني كيمارسوا، ان لم اقل لن اقول الكل اكيد، لان كاين مجموعه ديال اللاعبين اخرين اللي كيمارسوا في انديه لا تنافس على الالقاب، وبالتالي فاقول جل اللاعبين كيلعبوا في انديه اللي كتلعب كل سنه على الالقاب وكتحقق الالقاب. لاعبين اللي كيلعبوا في ريال مدريد، في بايرن ميونخ، في باريس سان جيرمان، في مانشستر يونايتد، يعني في فنربخشة، في اشبيليه قبل ذلك، في الهلال السعودي، في العين الاماراتي. فهاد الانديه هذه دائما كتلعب على الالقاب، وفي اخر السنه كتحقق غالبا كتحقق بعض الالقاب، وبالتالي فاللاعب كتكون عنده ثقافه الفوز وثقافه تحقيق الالقاب اللي كتكون مهمه جدا بالنسبه كتنعكس على المنتخب ديال البلد ديالو. هذا الشيء اللي دابا ولا شيء جيد في المنتخب الوطني المغربي. وبالتالي ملي كنشوفوا اليوم شفنا باش المنتخب الوطني رغم انه كان منتصر بحصه في الجوله الاولى كيفاش واصل بنفس الشراسه ونفس الاندفاع من بحث عن تسجيل المزيد من الاهداف. ولو كنت كتشاهد الشوط الثاني من المقابله فالكل كان الى ما شفتي الشوط الاول فكنت كتظن بان المنتخب الوطني كيجري وراء النتيجه وكيبحث على تسجيل اول اهداف، ولكن كيقلب على الهدف الثامن في المباراه. يعني كان عنده ذاك الرغبه في تسجيل المزيد من الاهداف كانت موجوده عند اللاعبين، وبالتالي هذا شيء جيد جدا، لان دائما باش يكون عندك الرغبه والحافز والدافع انك تزيد تحقق مزيد من الاشياء في المباراه، فهو شيء اللي ماشي سهل انك توصل له. زمان كما تنقولوا كنتي كتشوف بان لاعبين المنتخب الوطني كنا كنعرفوها حنايا في واحد الوقيته بان المنتخب الوطني ملي كيسجل 3 الاهداف صافي راه كيكتفوا اللاعبين كيوصلوا للاشباع وما ما كتشوف والو مازال، صافي كتعرف بان المقابله انتهت في هذيك الحصه هذه. لا، اللاعبين عندهم ثقافه اخرى، سجلوا 7 ديال الاهداف وكانوا كيزيدوا كيقلبوا كيجريوا وراء الزمن باش يزيدوا يسجلوا اهداف اخرى في المباراه، باش يثبتوا للجماهير ديالهم ولانفسهم ان ذاك الخصم اللي كيلعبوا معاه فهو خصم ضعيف، وبالتالي تسجيل اهداف مرماه هو احترام للمستوى ديالو. اكيد اخواني اخواتي، فاليوم كانت الاشياء الايجابيه كثيره جدا في هذه المباراه هذه، وهذا الشيء كامل ما يخليناش نغفلوا على الجوانب السلبيه اللي اكيد خاصنا يعني ننتقدوا هذاك الانتقاد البناء ماشي الهدام. حنا ما غاديش نطالبوا اكيد بان الان الكل غادي خاصو يلتف وراء المدرب ديال المنتخب الوطني يعني ونزيدوا ندفعوا المنتخب الوطني باش يمشي مسار صحيح باش يحقق لنا الطموحات اللي حنا كنقلبوا عليها. يعني انا كنظن بان المنتخب الوطني خاصو شي حوايج اللي باقي خاصو يخدم عليهم. انا النقطه ديال المتوسط الميدان الدفاعي تكلمت عليها بان امرابط صعب جدا تعتمد عليه لوحده، عمليه افتكاك وبناء صعب جدا. وبالتالي هذه النقطه هذه اللي دائما انا كتخوفني بالمنتخب الوطني، كنتظروا الحلول فيها وما كنظنش بان والد الركراكي غادي هذا الفوز هذا غادي ينعسنا كما تنقولوا في العسل ويخلينا يعني كنشوفوا المنتخبات الاخرى من فوق. ولو درنا هذا الشيء هذا فاكيد اننا غادي نكونوا ارتكبنا خطا كبير جدا، وبالتالي غادي تكون هذه هي المباراه الخادعه بالنسبه لنا. حنا كنعرفوا بان البطل ديال اي مسابقه كيتولد من رحم المعاناه، وبالتالي مستحيل انك تمشي للبطوله انت باغي تحقق اللقب ديالها وتمشي كما تنقولوا مرشح فوق العاده وفافوري فيها، ويعني كتدخل باريحيه انك جاي كتفوز بحصص كبيره على منتخبات. اذا مشيتي بهذه العقليه هذه فاكيد انك غتصطدم بالواقع في البطوله وغادي ترجع بخفي حنين كما تنقولوا. وبالتالي انا اصر على ان البطل ديال اي دوره وترجعوا بالدليل
وتشوفوا كاع الدورات الافريقيه اللي تلعبات، وشوفوا المسار ديال البطل ديال هذيك الدوره كيفاش كيكون. المسار ديال البطل كيكون يولد من رحم المعاناه. دائما البطل ما كيبداش البدايه المثاليه، وكيمر مجموعه من الظروف الصعبه، وبالتالي كيوصل الى تحقيق هذاك اللقب هذاك. انا كنتذكر كثير، انا كنتذكر ليس ببعيد كما تيقولوا الدوره السابقه المنتخب كوت ديفوار الكل كان كيقول بانه خارج المسابقه، وبالفعل ذاك الانتصار ديال المنتخب الوطني ضد المنتخب ديال زامبيا في الجوله الاخيره منح جرعه الحياه للمنتخب الايفواري، وخلاه انه يرجع بالبطوله ويحققها في الاخير. يعني بطل ولد من المعاناه ومن من لا شيء، وبعث من رماد وخذا البطوله. شفنا مجموعه من المنتخبات، شفنا المنتخب الزامبي اللي كان فاز بالبطوله ديال 2012 كيفاش تدرج في هذيك البطوله وفوز بواحد السيطره وفوز بضربات الجزاء ومعاناه كبيره، وصل وخذا اللقب ديالو. شفنا المنتخب المصري كذلك في البطوله الاولى اللي كانت المفتاح ديال 2006 اللي جراها على الارض ديالو امام الجماهير ديالو، كيفاش بدا البطوله بواحد التعادل مخيب امام الجماهير ديالو، امام المنتخب الوطني بصفر لمثله. وبعد ذلك لعب مع كوت ديفوار، ويعني مباريات كان كيفوز بواحد الصفر وكيمر بصعوبه كبيره، وفي الاخير توج بداك اللقب اللي فسح له المجال انه يفوز ب 2008 وكذلك ب 2010 في واحد الثلاثيه متتاليه اللي بقات تاريخيه في القاره الافريقيه. اكيد شفنا مجموعه من المنتخبات، شفنا المنتخب التونسي في 2004 على ارضه وامام الجماهير ديالو كيفاش درج في البطوله، وكيفاش كان المستوى ديالو ضعيف جدا، وكيفاش كان كيخرج من المقابلات ديالو يعني كيفوز بواحد الصعوبه كبيره جدا في هذيك المباريات ديالو. بل ان واحد المباراه ديالو الا ما كنتش كنتذكر في ربع النهائي ولا في نصف النهائي ضد المنتخب الكونغو الديمقراطيه. فهذيك المباراه واحد الانتصار حققه المنتخب التونسي كان دراماتيكي في هذيك المباراه، هو اللي كان المفتاح ديال الفوز ديالو بالبطوله. وبالتالي دائما انا اقول البطل ديال اي دوره افريقيه يولد من رحم المعاناه، وما تقولش لي بان شي منتخب غادي يجي بملعقه من ذهب في فمه وغادي يفوز بالبطوله. هذا لن يحدث ابدا، واي واحد غادي يكون واهم انه غادي يعتقد بان المنتخب الوطني في ظل هذه الانتصارات بهذا الحصص الكبيره على منتخبات اللي متواضعه، انك غادي تمشي للبطوله الاقوى على الصعيد الافريقي، واللي كتصنف من بين اقوى البطولات القاريه في العالم، انك تمشي مرشح فوق العاده وتفوز بها بكل سهوله بهذه الحصص هذو. فانت واهم اذا كنتي كتفكر بحال هكا، وغادي تصطدم اكيد بالامر الواقع اللي غادي يكون صعب وصعب جدا ان حدث. وبالتالي وجب دائما تثبيت الاقدام والنقد البناء اكيد، وعدم الغرور بحكم هذه النتائج هذو، لان لوسوطو راه هي اللوسوطو، وملي غادي تواجه نيجيريا والكاميرون والمالي ومجموع والجزائر وتونس ومصر، فالامر والحديث حديث اخر، والمباراه غادي تحول الى واحد الفوارق اللي غادي تقلص بشكل كبير بين اللاعبين، وغادي تشوف بان المنافسه غادي تكون محتده وشرسه بين اللاعبين. فاذا واجهتي مصر راه كتشوف بان اللاعبين ديالك راه واخا يكون عندك ابراهيم دياز كيلعب في ريال مدريد وكيسجل وهذا، راه ملي غادي يلعب مع مصر غادي يكون الحديث حديث اخر، والمصريين غادي يعرفوا يتعاملوا مع ابراهيم دياز، وانتم كتعرفوا كيفاش كيديروا باش كيخرجوا اللاعبين من الاجواء ديال المقابله. الامر كذلك ينطبق على المنتخب التونسي، ينطبق على المنتخب الجزائري، والمنتخب النيجيري، والمنتخب الايفواري، والمنتخب السنغالي، والمنتخب المالي. انتم تعرفون القوه ديالهم، المنتخب بوركينا فاسو. فاكيد وجنوب افريقيا اللي خرجتنا جوج مرات من كاس افريقيا. فبالتالي يعني ما نتغروش بهذا الفوز هذا، اكيد ناخذ الجوانب الايجابيه نواصلوا عليها، واذا كانت شي حاجه سلبيه نخدموا عليها. فاكيد كاينين اشياء بزاف ايجابيه، وكاينين شي حوايج سلبيه اللي خاصنا نعترفوا بهم اولا ونخدموا عليهم باش نتفاداوهم في المستقبل القريب والبعيد بحول الله تعالى.
انا كانت هذه هي القراءه ديالي للمباراه ديال المنتخب الوطني المغربي ضد نظيرو لوسوطو اللي انتهت ب7 ديال الاهداف مقابل لا شيء. انتم اخواني اخواتي، كيف هي نظرتكم لهذه المباراه هذه؟ اكيد اخواني اخواتي الاداء ديال المنتخب الوطني، كيف ترون يعني اين وصل المنتخب الوطني في طريق الاستعداد ديالو لكاس افريقيا القادمه بحول الله تعالى؟ انتظر التفاعل ديالكم الاخوان في التعاليق، واذكركم مره اخرى بالضغط على ذاك الزر ديال اللايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك، يبارطاجي باش يوصلوا الجديد ديالنا دائما بحول الله تعالى. اخواني اخواتي يعني انتظر نشوفوا الاراء ديالكم نتوما الاخوان، شنو كتقول. يلا الاخوان شاركونا بالتعاليق ديالكم وبالتفاعل ديالكم في هذا البث المباشر. وقلت لكم التحدي هو اننا نوصلوا ل 3000 مشترك الى حدود اللحظه. لم نصل اخواني اخواتي، فقط كنا في 2500 مشترك في القناه، وبالتالي اجدد لكم الدعوه من اجل الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالنا دائما بحول الله تعالى. اخواني اخواتي انتظروا التفاعل ديالكم هذا المباشر اخواني اخواتي. يلا الاخوان نلتحق اللحظه، بارطاجي، اشترك في القناه، فعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالنا دائما بحول الله تعالى. اخواني اخواتي المباراة أذكر انتهت ب7 ديال الأهداف مقابل لا شيء للمنتخب الوطني المغربي. المباراة أمتع وأبدع فيها لاعبو المنتخب الوطني المغربي أمام الخصم الضعيف المنتخب اللوسوطو، وتسيدوا المباراة منذ البداية حتى النهاية ديالها، وبالتالي المنتخب الوطني حقق العلامة الكاملة في هذه التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس إفريقيا ب6 انتصارات من 6 مباريات. أكيد إخواني أخواتي يا الإخوان كاين شي تفاعل، كاين شي تعاليق، ولا نأتي إلى نهاية هذا البث المباشر اللي من خلاله قدمنا لكم تعليق مباشر على أطوار المباراة ديال المنتخب الوطني المغربي ونظير المنتخب ديال لوسوطو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أفريقيا للمغرب 2025، وانتهت فوز المنتخب الوطني. رسالة للخصوم، وإن شاء الله تكون حافز للاعبين من أجل تقديم الأفضل في المباريات القادمة، اللي أقربها هي الإقصائيات ديال كأس العالم اللي مهمة جدا بالنسبة للمنتخب الوطني، اللي من خلالها غادي يسعى المنتخب الوطني للتواجد في الكأس العالمية للمرة الثالثة على التوالي بعد المونديال ديال 2018 في روسيا و2022 في قطر، وبالتالي ننتظر المشاركة في 2026 بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، وبعدها ان شاء الله المشاركه في الكاس العالميه ديال 2030 اللي غتقام على الارض ديالنا وامام الجماهير ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبالتالي غادي تكون واحد 4 ديال المشاركات متتاليه للمنتخب الوطني في هذه الكاس العالميه، وبالتالي فرصه للاجيال القادمه من اجل رؤيه المنتخب الوطني ديالها في يعني كاس افريقيا على ارضه وامام كاس العالم على ارضه وامام الجماهير ديالو. اكيد اخواني اخواتي فننتظر التفاعل ديالكم. اللي باقي الاخوان ما اشتركش يشترك، واللي مازال ما دارش لايك كذلك يدير لايك الاخوان. اللي مازال ما دارش لايك الاخوان دير لايك، راه تنشوفكم، راه بنتو لي دوك اللي ما دايرينش لايك راه تيبانوا لي. دير لايك دير لايك. اهداف جميله صراحه سجلها المنتخب الوطني اليوم في هذه المباراه هذه. كيبقى اجمل وانا كيجيني هو الهدف اللي سجلو ابراهيم دياز،
دار واحد التمويه للحارس، خرج دار راسو غادي يمرر الكره وحط الحارس في الزاويه مغلقه. كذلك الهدف ديال الصباري اللي دار واحد اللوب على الحارس اللي بلمسه واحده من التمريره ديال امرابط سجل هدف اللي جميل. كذلك مجموعه من اللاعبين اللي سجل ضربه مقاس اليوم. كذلك نصيري سجل هدف جميل كذلك بالراس. اهداف جميله اليوم سجلها المنتخب الوطني. اكيد اخواني الاخوات كنتمناو بان المنتخب الوطني في المباريات القادمه يقدم مستوى على الغرار على المستوى ديال اليوم. اذا المنتخب الليبي كيفشل في البلوغ ديال كاس افريقيا بالمغرب بحول الله تعالى. يعني فشل المنتخب الليبي في بلوغ البطوله ديال كاس افريقيا بالمغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم، وذلك بعد السقوط فخ التعادل السلبي مع الضيف ديالو المنتخب البنين. يعني كان بامكانه انه يفوز على المنتخب البنين ويضمن التاهل ديالو لكاس افريقيا، وبالتالي ضيع هذه الفرصه هذه عليه وفشل في التواجد مره اخرى في كاس افريقيا. المتاهل هو منتخب البنين اللي غادي يكون حاضر في الكاس الافريقيا القادمه بالمغرب بحول الله تعالى. وخبر مفرح للجماهير السودانيه، فالمنتخب السوداني استطاع انه يضمن الترشح ديالو لكاس افريقيا بالمغرب بحول الله تعالى بعد التعادل ديالو كذلك السلبي مع المنتخب الانغولي اللي سبق انه حصل على المركز الاول في هذه المجموعه هذه. المنتخب السوداني تأهل من المجموعه كيتواجد فيها المنتخب غانا اللي ما استطاعش انه يحجز بطاقه التاهل ديال الكاس افريقيا.